السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل حاجة بسيطة جدا تقدري تقولي عليها عجينة بالفراخ او حواوشي اسكندراني او حواوشي زي ما تحبي تسميها سميها. المهم طعمها وشكلها روعة يفتح النفس. هنحشيها كمان بخلطة فراخ تحفة جدا مع الجبن، والعجينة بتاعتها ناجحة جدا جدا وقدرها بسيطة وموجودة في كل بيت. شايفين شكلها ازاي يفتح النفس؟ وكان طعمها بجد روعة جدا. لو بتشوفوني اول مره، انا ام رودي. لايك وشير للفيديو لو عجبكم، ونعمل اشتراك في القناه وعلى زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله على القناه. يلا قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا الفيديو بتاعنا. يلا بينا. اول حاجه هنعملها هي العجينه بتاعتي هنحتاج فيها ايه؟ اول حاجه معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وكمان عندي معلقه كبيره من السكر، وعندي كمان ربع معلقه من الملح، بس مش هضيفها خالص دلوقتي عشان ما تبطئليش مفعول الخميره بتاعتي او تموت لي الخميره، فهركنها خالص على جنب كده وهستعملها مع الدقيق. عندي معلقتين كبار من الزيت، عندي كوبايه من الميه وكوبايه من الحليب الدافي، وكمان الميه تكون دافيه. هبتدي اول حاجه كده انزل بكوبايه الا ربع من الحليب الدافي، وادوب السكر والخميره كويس مع بعض. اقلبهم كده كويس مع بعض لحد ما السكر والخميره يدوب. خلاص السكر والخميرة دابوا مع الحليب، هسيبهم على جنب. ونيجي بقى للخطوة التانية. عندي هنا كيلو من الدقيق، هنزل عليهم بربع معلقة صغيرة من الملح. نزلت بالملح على الدقيق ونقلبه كويس جدا بحيث ان الملح يتوزع على كمية الدقيق كلها. نقلب كويس. خلاص كده زي الفل. نوسع بقى المكان عشان هنبتدي نعجن العجينة بتاعتي. نقلب الخليط تقليبة بسيطة كده، ونسيب المضرب على جنب عشان هنبتدي نعجن بإيدي. خلاص كده نزلت بالدقيق اللي عليه ربع معلقة صغيرة من الملح. نبتدي بقى اعجن العجينة بتاعتي. عجينة ايه؟ احنا قلنا الاول كوباية من الحليب وكوباية من المية، اهم حاجة الاتنين يبقوا دافيين. اخدت اول حاجة كوباية الا ربع من الحليب، دوبت فيهم السكر والخميرة، وهبتدي اكمل بقى بربع كوباية اللي هي اللي فاضلة. تمام. هبتدي بعد كده اكمل بكوباية المية الدافية. عايزة تستبدلي تشيلي اللبن خالص من الوصفة او الحليب خالص من الوصفة تعملي بالمية، مش هتقول لا. خلاص كده في اخر حاجه كده هختم بمعلقتين الزيت اللي احنا خليناهم في الاول. خلاص كده العجينه بتاعتي زي الفل طريه وزي العسل كده. هغطيها واسيبها لحد ما تختمر والحجم بتاعها يتضاعف. اهم حاجه كده نسيبها في مكان دافي عشان احنا عارفين الجو ساقع شويه. نيجي بقى لحد ما العجينه بتاعتي تختمر، هنبتدي نعمل الحشوه اللي احنا هنحشي بيها العجينه بتاعتي. عندي نص كيلو من الفراخ المفروم، هنزل عليهم ببصلتين كبار مفرومين ناعم او مبشورين زي ما تحبي. عندي طماطمية كبيرة، أهم حاجة ما يكونش فيها مية، يعني تكون طماطمية ناشفة، مقطعاها مكعبات صغيرة جدا. حتى انتوا شايفين أنا بنزل الطماطم مش هنزل المية بتاعتها خالص. يفضل كمان ان انت تشيلي قلب الطماطم. عندي مكعب مرق، عايزة تستبدليه بالملح تشيلي مكعب المرق خالص وتستبدليه بمعلقة من الملح. عندي معلقة صغيرة من البابريكا، وكمان عندي ربع معلقة من الفلفل الأسود. البهارات كانت حالفة ان هي تنزل أصلا من الكوباية. خلاص كده. عندي كمان هاخد معلقه صغيره من الملح لاني انا حاطه مكعب مرق. عندي رشه من بهارات الفراخ او بهارات الحواوشي، ومعلقه كبيره من الزيت. كانت الخلطه بقى ريحتها خطيره جدا. نقلب بقى الخلطه كويس جدا مع البهارات والبصل والطماطم، تقليبه حلوه بقى زي الفل. بعد ما نخلص بقى التقليب بتاعها غطيها وحطها في التلاجة لحد ما العجينه تختمر. خلاص هنا العجينه بتاعتي اختمرت، شايفين شكلها ازاي؟ اخدت تقريبا ساعه الا ربع. هخرج منها الهواء. اخدت ساعه الا ربع، احنا في الشتاء بتاخد وقت اطول. لا احنا هنعملها بقى، هنسرع التخمير بتاعها. هنحطها في فرن البوتاجاز ونغطيها كويس جدا، ونجيب حله ونحط فيها ميه بتغلي من الكاتل، ونقفل البوتاجاز كويس او فرن البوتاجاز كويس، هيعمل بخار هيسرع لي تخمير العجينه بتاعتي. تمام. رش كده من الدقيق وهبتدي انزل
بالعجينة بتاعتي كلها كده مرة واحدة، واعمل لها ايه، او اعملها رول، اعملها رول متساوي. خلاص كده زي الفل. احاول ان انا ايه، اخلي الرول ايه، متساوية، مفيش حتة تبقى سميكة وحتة تبقى رفيعة، لا انا اخليه متساوي. هبتدي ان انا اقطعه ايه، لقطع متساوية. خلاص كده زي الفل، قطعت الرول بتاعي وهبتدي ان انا اكوره. لم كده من تحت واعمل ايه على رخامة كرة كده زي الفل. عندي هنا صينية وهبتدي احط عليها ايه، قطع العجين بتاعتي. خلص الكمية كلها كده بنفس الطريقة. خلاص بقى هبتدي ان انا اخد قطع قطع من العجين مع رشة من الدقيق وافردها. ناخد قطعة كده من العجين وهبتدي ان انا افردها. عندي هنا الشبه، وابتدي ان انا ايه افردها لدايرة. رشة بسيطة من الدقيق لان احنا مش عايزين الدقيق ده يتحرق معايا في الفرن. خلاص كده زي الفل، وده بيكون سمك العجينة بتاعتي. خلاص زي الفل. خلاص العجينة بتاعتي كده تمام. هنبتدي نجيب الحشوة بتاعتي، وهبتدي اخد كمية من الحشوة وافردها في العجينة كويس جدا. هفرد في جزء وهسيب جزء فاضي، واحاول ان انا اول ما افرد الحشوة بتاعتي في العجينة ما اوصلش للاطراف، لان الاطراف دي انا هقفلها، فمش هوصل الحشوة للاطراف. نفردها كويس كده. نحاول ان انا اخلي الحشوة متساوية في العجينة. خلاص كده تمام وزي الفل. نجيب الجزء اللي احنا خلص يعني نخليناه فاضي، نقفله على الجزء اللي احنا حشيناه دوسة بسيطة كده، ونحاول بقى ايه، نقفل الاطراف كويس جدا، لان انا مش عايزاها تتفتح معايا في الفرن. لو ما قفلتهاش كويس هتدخل مع حرارة الفرن هتتفتح معاكي. فاحنا بقى ايه، نقفلها من الاول كويس جدا كده ايه، بصوابعنا كده دوسة بسيطة كده، هتتقفل معاكي وهتبقى زي العسل، لان انا مش هسيبها تختمر. تمام. مع درجة حرارة الفرن طبعا العالية ممكن تتفتح معاكي، فاحنا هنقفلها كويس. خلاص كده زي الفل. عندي هنا صينية دهنها بفرشة من الزيت، وهبتدي احط فيها ايه، العجينة بتاعتي اللي انا قفلتها كويس اهو زي الفل. دوسة بسيطة كده. انا بقى مش عايزة العجينة دي تعلى في الفرن، فهبتدي كده اجيب شوكة واعمل فيها فتحات كده، لان انا مش عايزاها تعلى بقى زي اي معجنات. تمام. تمام. بعد ما خلصت الكمية كلها وحشيت العجينة بتاعتي، عندي هنا بضاية معلقتين كبار من الحليب ومعلقة صغيرة من الخل، وهبتدي ادهن بيهم ايه، العجينة بتاعتي. مش هسيبها تختمر، وهبتدي ان انا اسوي على طول. التسوية بتاعتها مسخنة الفرن على درجة حرارة عالية، هحطها في الرف الوسطاني اول 5 دقايق على نار عالية. يعني اهم حاجة تدخل على نار عالية، اول 5 دقايق على نار عالية، وبعد كده ايه، هخفض الحرارة للمتوسطة واسيبها لحد ما تاخد لون من تحت، وبعد كده اشغل الشواية لحد ما تاخد لون من فوق. واقول لكم كمان على خطوة الجبنة، بس لما تاخد لون من فوق، لون ذهبي بسيط كده من فوق. تمام. خلاص ندهنها كلها كده ونحطها في الفرن. خلاص كده الحواوشي بتاعي بعد ما اخد لون ذهبي بسيط، هبتدي اطلعه من الفرن واحط عليه ايه، ميكس من الجبن. تقدري تستغني خالص عن الخطوة دي لو انتي مش عايزة تضيفي جبن. هتخليه يكمل بقية التسوية بتاعت او اللون بتاعه تحت الفرن كده. هو واخد بيض ولبن بقى، وهيبقى لونه تحفة حتى من غير جبن. تمام. بس الجبن بتديله طعم وشكل تحفة جدا. خلاص دخلته الفرن كده، هياخد 3 4 دقايق كده لحد ما الجبنة تسيح. شوفي شكله ازاي في الفرن، زي العسل. خلي بقى الجبنة تسيح ونشوف شكله في النهاية هيبقى ايه. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ شايفين شكله ازاي؟ شكله زي العسل، وكان طعمه خطير جدا، والريحة بتاعته بقى كانت جايبة لآخر الشارع. ولا الحشوة على قد ما هي بسيطة ومفيش حاجات كتيرة، بس كان طعمها مميز جدا. واللون تحفة جدا، واخد اللون الذهبي البسيط كده مع الجبنة زي العسل. لو الطريقة النهاردة عجبتكم ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد أنا بنزله على القناة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.